بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم أعنهم يوم قل المعين، اللهم أعنهم يوم قل المعين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم اجعل تدبير أعدائهم عليهم يا رب، اللهم اجعل تدبيرهم عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم عليهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد. ثم ما بعد، أيها الإخوة، كنت قلت في الفيديو يعني قبل السابق، يعني إن أنا هتكلم عن المياه في الفيديو التالي وكده، ولكن إحنا هنأجل الحديث عن المياه بعد الانتهاء من العنصر الأول، وهو عنصر الأرض. إحنا قلنا الأرض والمياه والبنية التحتية والوضع القانوني، فإحنا هنخلص الأرض بكل ما يتعلق بيها، وبعد كده ننتقل للمياه إن شاء الله. فاليوم هنتكلم إن شاء الله عن أنواع التربة، أنواع التربة المتوفرة في الأراضي الصحراوية. في الأراضي الصحراوية، التربة المتوفرة في الأراضي الصحراوية هنجد إن فيه التربة الرملية، وفيه التربة الطفلية، وفيه التربة الخليط اللي هي خليط من الرمل والطفلة. وفي أماكن تكون الرمل أكثر، وفي أماكن الطفلة تكون أكثر يعني. وفي التربة برضو، في تربة بيقولوا عليها تربة طينية، هي مش منتشرة قوي، ولكن أنا أظن إن هي نوع من أنواع الطفلة، هي ليست لها أي صلة بطمي النيل يعني، ولكن هي تربة ناعمة كده وحنينة، ولكن برضو مسألة الصرف والكلام من ده ممكن هيبقى فيه مشاكل زي الطفلة يعني. وفي برضو التربة الجيرية أو التربة الكلسية. احنا حديثنا اليوم عن التربة التربة الرملية. بداية كده، ازاي اعرف ان التربة دي رملية؟ في الصحراء عوامل التعرية والرياح بتنقل الرمال على سطح التربة بشكل عام، حتى لو طفلية أو طمية أو جيرية، هتجد إن في رملة على في الأعلى. فما تغترش بوجود الرملة اللي في الأعلى دي، لابد إن أنت تحفر على الأقل باليد أو بفاس. والأفضل طبعا يعني لو خلاص هتنفذ وتشتري، يكون في لودر وبيعمل جسات على عمق 2 متر على الأقل، بحيث إن أنت تطمن للتربة وما يكونش فيه صخور تحت، أو ما يكونش فيه طبقات ملحية، وما يكونش فيه مشاكل في التربة يعني. ده بالنسبة للتربة الرملية، يعني ما تكتفيش برؤية الرمل على السطح، لا، أنت تحفر بإيدك، بحيث إن أنت هي لو تربة رملية فعلا هتجد إن التربة الرملية ديت سهلة الحفر كده باليد. طيب إيه تاني في موضوع معرفة التربة الرملية؟ قلنا الحفر. أيوة، من العلامات اللي بتكون في التربة الرملية، في الغالب كل أنواع التربة التانية بيكون فيه زلط فوق الرملة اللي هي المنقولة اللي بتكون على السطح دي، بيكون فيه زلط. التربة الرملية ما بيكونش فيها زلط، بتكون كلها سفح. يعني كلها رملة صافي، ما فيش زلط في الأعلى يعني. ممكن يكون فيه زلط صغير خالص خالص، يعني زي، يعني عايز أقول لحضرتك يعني أقل من حبة الرز يعني. فده أنا أقصد، التاني بيبقى فيه زلط كبير كده على السطح يعني، إنما دي بتبقى رملة صافي وتعرفها يعني. وطبعا الرملة معروفة زي رملة البناء كده، في منها الخشنة وفي منها الناعمة. فهي التربة الرملية أنت هتعرفها إن هي بتكون كلها رملة صافي يعني. وأنت بتحفر بإيدك، بص في إيدك كده، لو في لون أبيض زايد عن الحد، فدي بتبقى كربونات كالسيوم. بس هي في الغالب إن شاء الله ما بيبقاش فيها كربونات كالسيوم كتير ولا حاجة. لو في، هيكون غبارة، زي ما السفح والرملة بتنتقل، فكذلك التربة اللي هي الجيرية اللي بتبقى محيطة أو على بعد معين، بتنقل برضو معاها غبارة الجير ديت يعني. أنا مش عايز الفيديو يطول أكتر من كده إن شاء الله.
فهنتكلم في فيديو تاني قصير برضو. احنا كده عرفنا ازاي نعرفها وعرفنا انواع التربة بشكل عام. هنتكلم في الفيديو التالي عن ميزات التربة الرملية وعيوبها. يعني انا هو يعتبر جزء، يعني فيديو واحد بس انا مجزاه عشان الرفع وكده، وفي نفس الوقت عشان ما يبقاش طويل. هنتكلم في الفيديو التالي عن ميزات التربة الرملية وعيوبها وكيفية التعامل معها إن شاء الله. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.